بسم الله الرحمن الرحيم. باعتباري كاتب روائي، فتخيلت كده اني احنا رجعنا زمن الحمله الفرنسيه، يعني من حوالي 200 سنه، وان نابليون جه بالجيش الفرنسي في مصر، وان ابراهيم عيسى والشله بتاعته، شله الشيوعيين والملحدين دول، كانوا موجودين وقتها. يا ترى كانوا هيعملوا ايه؟ تخيل كده نفسنا، الجيش الفرنسي داخل وبيواجه المماليك، ودخل احتل القاهره، والازهر بيحرض الشعب على الثوره، وابراهيم عيسى موجود. عايزين نتخيل بقى كان هيعمل ايه. فلو تخيلنا ان عربة الزمن عادت بابراهيم عيسى وشلته الناصرية والشيوعية الى زمن الحملة الفرنسية على مصر، وتحديدا في وقت ثورتي القاهرة الاولى والثانية، وقد وجد ان شيوخ الازهر هم قادة هذه الثورة الاولى والثانية، وان الازهر هو مركز المقاومة ضد الفرنسيين، ودي حقيقة تاريخية مش حد بينكرها. فماذا سيكون رد فعله المتوقع؟ تفتكر هيقول ايه؟ يعني تفتكر هو لو كان موجود ساعتها ولقى الازهر هو اللي بيقود الثوره وهو اللي بيحرض الثوره، كان هيقول ايه؟ من المؤكد ان ابراهيم عيسى سيعترض بشده على تدخل الازهر في السياسه، وسيجد في الامر خلطا غير مقبول بين ما هو ديني وما هو سياسي، وسيشن حربا شعواء على الازهر وعلى مناهجه التي تعلم الطلاب العنف والتطرف. ومن المؤكد ان باقي شله الناصريين والشيوعيين سيلومون الازهر على اشعاله لثورتي القاهره، مما نتج عنه قيام القوات الفرنسية بقصف بيوت القاهرة بالمدافع، واقتحام الأزهر نفسه بالخيول، وتدمير مكتبة الأزهر. في العمارات السكنية تتحمل الأعمدة حمولات المبنى، يعني أنت عمود في كل ركن في عمود، الأوزان بتروح من السقف تروح للأعمدة. طيب، وكل عمود بيشيل جزء من الحمولة وفقا لحسبة إنشائية، يعني ما تهمكش، يعني في حسبة إنشائية بتحدد نصيب كل عمود. المهم زي أربعة شايلين حاجة، كل واحد شايل ربع مثلا. طب لو واحد جه ناحية النص شوية، جه ناحية التلت شوية، بتتوزع الحمولة بشكل ليها حسبة يعني. طيب، خلاص، يتحمل جزء من الحمولة وفق قواعد إنشائية تخص التحليل الإنشائي. وعندما يفشل أحد الأعمدة، افرض واحد من الأعمدة دول كسر، وقع، مش زي اللي شايلين حاجة، وواحد فيهم نخ كده وقع على الأرض، هيحصل إيه؟ الحموله مش شرط تقع، هي الباقيين، الوزن النصيب بتاعه اللي هو كان شايله وهو تخلى عنه هيتوزع على بقيه الاعمده. خلاص. عندما يفشل احد الاعمده في القيام بتحمل حمولته لاي سبب ويصاب بالفشل الانشائي، تقوم على الفور باقي الاعمده بتقاسم نصيبه بشكل تلقائي. المجتمع مثل تلك العماره السكنيه، فهو محمول على اعمده تتقاسم حموله المجتمع، وهذه الاعمده هي النسق السياسي، النسق الديني، النسق القانوني، النسق الامني، النسق العسكري، النسق الفني، النسق العلمي، النسق الادبي، النسق الرياضي، وهكذا. النسق السياسي بطبيعته ليس هو الاكبر، ولكنه النسق المحوري بحكم انه نقطة التقاء باقي الانساق. طبعا يعني مثلا انت عندك في كل مجالات الحياة بيتم احيانا اللجوء لايه؟ للنسق السياسي. ليه؟ لان النسق السياسي هو المسؤول عن استخراج التشريعات. يجي الجماعه الفنانين مثلا يقول لك ايه، احنا عايزين نعمل قانون مش عارف يعمل ايه للسينما. يجي الجماعه بتوع الشؤون الرياضيه يقول لك احنا عايزين الدوله تعمل قرار مش عارف ايه. يجي الناس بتوع الناحيه العلميه يقول لك احنا عايزين الدوله تنشئ مثلا معاهد علميه او تعمل مش عارف ايه او ايه. يجي الناس بتوع القضاء يقولوا احنا عايزين الدوله تعمل. يعني اذا النسق السياسي هو نسق المنوط به اصدار التشريعات ومراقبه تنفيذها وما الى ذلك، وبالتالي فهو من نسق محوري. النسق السياسي بطبيعته ليس هو الأكبر، ولكنه النسق المحوري بحكم أنه نقطة التقاء باقي الأنساق. وحينما يتم هدم هذا النسق السياسي لأي سبب. طب لو النسق السياسي ده بقى اتهد نتيجة الغزو الخارجي، يعني مصر كانت، يعني قبل ما يجي نابليون، لما جه نابليون كان في حاكم اللي هو الوالي العثماني الموجود في القلعة، وكان في شيخ البلد، وكان في مش عارف ايه مماليك، كان في نسق سياسي. اما نابليون جه هو هدم هذا النسق السياسي، هدمه. فهنا
حينما جاء نابليون الى مصر قام بتحطيم النسق السياسي والعسكري كمان، لانه هزم المماليك. يبقى في نسقين من اللي هم العصب اللي ماسكين المجتمع اتهدموا، السياسي والعسكري. طيب والمكونين من الوالي العثماني والمماليك. طب البلد المجتمع هيقع؟ لا، باقي الانساق بقى بتدرك ما يدرك ما يمكن ادراكه، بتشيل بعض الحموله، بتخش تشيل بقى. فالنسق الديني ممثلا في الازهر عمل ملء الفراغ الناشئ، واصبح الازهر هو مقر الحكم الوطني ومركز المقاومه، وهو ما تنبه اليه نابليون وتعامل معه بالترغيب والترهيب لتحييده ومنعه منعه من القيام بدوره في حمايه المجتمع. وبالطبع لو كانت شله الناصريين والشيوعيين والعلمانيين المصريين موجوده في ذلك الوقت، فلابد انهم كانوا سيلومون الازهر لتدخله في السياسه، وسيحملونه مسؤوليه الخسائر التي نتجت عن ثورتي القاهره. طيب ننقل في حته في غرب اوروبا حدث موقف مماثل، وذلك حينما انهارت السلطه السياسيه والعسكريه في روما. احنا قلنا قبل كده ان روما كانت هي عاصمه الدوله الرومانيه، وان هي كانت هي اسم الشرطه، وهي اللي فيها النسق السياسي بتاع اوروبا كلها. الرومان ضعفوا وسابوا روما اصلا، جريوا منها وراحوا فين؟ راحوا القسطنطينيه اللي هي موجوده حاليا في تركيا، اللي هي اسطنبول. اصبح في فراغ في اوروبا، يبقى النسق السياسي الاوروبي والعسكري انهار. طب يعمل ايه الاوروبيين؟ عشان كده بيسموها عصور الظلام. يعمل ايه الاوروبيين بقى؟ اه, حيث انهارت السلطه السياسيه والعسكريه في روما، واقتحمت القبائل الجرمانيه اللي كان الرومان منعينهم يعدوا نهر الراين، نزلوا على اوروبا. كل قبيله خدت لها بلد. خلاص. التي كانت محرمه عليهم من قبل الرومان طوال قرون. وهنا انتفض القديس اوجستين، ده كان رجل من اكبر زعماء المسيحيه في العالم، وكان في الجزائر او تونس، يعني في كلام ان هو في الجزائر او تونس، مش تفرق يعني، كان في شمال افريقيا، يعني بيمارس هناك التبشير يعني هو من اصول يعني من شمال افريقيا، لكن هو كان روماني الثقافه وروماني الانتماء. كان يراقب الموقف من تونس، ووضع نظريه قال لك الحل الوحيد ان احنا نعمل حاجه اسمها مملكه الله على الارض، المناقضه لكلام المسيح الذي كان يقول مملكتي ليست من هذا العالم، حيث اوكل الى الكنيسه ان تملا هذا الفراغ. قال لا، اللي قالها المسيح دي مش نافعانا، احنا عايزين دلوقتي ما نستناش بقى ليوم القيامه، لا احنا عايزين نمشي اوروبا، الناس اتبهدلت، يبقى نعمل مملكه المسيح على الارض دلوقتي. نتخيل المسيح رجع تاني. طب المسيح هيرجع ازاي تاني؟ قال لك لا، ما هو اسقف روما ده هنقول ان هو خليفه المسيح، والمسيح بيكلمه وبيبعت له تعليمات. خلاص. وسرعان ما اقامت الكنيسه اللي هي بتاعت روما بقى، اسقف روما، بناء امبراطوريه موازيه، حيث حل البابا محل الامبراطور في روما، وحل الاساقفه محل حكام الولايات، وحل الرهبان محل الجنود، وحلت الاديره محل السكنات العسكريه. واصبح القسيس في كل قريه هو مركز الحكم فيها، فهو من يزوج الشباب ويحسن المواليد والوفيات ويجمع الضرائب ويبلغ الاهالي بالتعليمات والقوانين. استمر هذا الوضع عده قرون، الى ان استتبت بعض الاشكال السياسيه المنتظمه، حيث ظهرت الممالك والامارات. فاختار البابا اقوى هؤلاء الملوك وهو شارلمان ملك الفرنجه، ونصبه امبراطورا لملء الفراغ العسكري، وتقاسم معه الفراغ السياسي. بعد ذلك تم بشكل تدريجي ولعدة قرون انفصال النسق السياسي والنسق العسكري عن النسق الديني. لما بقى رجعت اوروبا تبني من تاني النسق سياسي ونسق عسكري، بقيام بقى الدول بقى فرنسا وانجلترا واسبانيا، وخلاص اقيمت دول بقى، فقال لك خلاص مش محتاجين بقى انت يا كنيسه تشتغل معانا في السياسه ولا في العسكريه، احنا بقى هنبني السياسه بتاعتنا والعسكريه بتاعتنا. خلاص. تم ذلك بشكل تدريجي ولعدة القرون. خلاص. الى ان وصلنا الى عصر التنوير والنهضه، حيث حدث الطلاق البات بينهم في مسمى العلمانيه. طبعا الكنيسه ما كانتش عايزه تستغنى عن السلطه بتاعتها، لان في قاعده بتقول كده ان صاحب السلطه ليس من السهل عليه ان يتخلى عن السلطه. صعب جدا، اصعب حاجه انك تدي واحد سلطه وتقول له تخلى عنها، مش صعب، لازم تاخدها منه بالقوه، تنتزعها منه بالقوه. فحصلت المعركه اللي هي سميت ايه؟ بالعلمانيه. نيجي بقى نرجع لمصر تاني. الاحتلال الانجليزي لمصر عام 1882 كان حاله خاصه، فالنسق السياسي لم يتدمر بالكامل، لان فضل الخديوي توفيق موجود،
وما تدمر هو النسق العسكري بعد هزيمه عرابي. يعني الانجليز لما دخلوا مصر غير نابليون دمر النسق العسكري والنسق السياسي. لما جم الانجليز لا دمروا النسق العسكري بس، هزموا الجيش احمد عرابي، لكن سابوا الخديوي توفيق خلاص. ولكن ظل الخديوي توفيق ووزرائه في الحكم. لذا لما تدخل الازهر هيتدخل ليه بقى؟ ما هو في نسق سياسي موجود، الخديوي موجود، وان كان قد تدخل بشكل غير مباشر لازكاء الروح الوطنيه المقاومه للاستعمار، وهو الدور الذي قام به الافغاني جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. هو مش ضروري الازهر كشيخ الازهر، لا، يعني الناس اللي هم منتميين للازهر، محمد جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. وبسبب استكانة النسق السياسي الملكي للاحتلال الإنجليزي وعدم قدرته على مواجهة الاستعمار، نشأ نسق سياسي موازي يحاول الحلول محل النظام الملكي، وهو إيه؟ حزب الوفد. مع الوقت لما المجتمع لقى إن الخديوي توفيق واللي جم بعديه مش قادرين يقوموا بدورهم كنسق سياسي ينقذ المجتمع من الاحتلال، المجتمع أنشأ لنفسه نسق سياسي موازي هو حزب الوفد. خلاص؟ والذي خاض نضالا مهما ضد الاستعمار رافعا شعار الاستقلال التام او الموت الزؤام، وحاز على اجماع الشعب تقريبا، حيث انه لم يمثل فقط نزوعا استقلاليا ولكنه ايضا مثل حركه ديمقراطيه دستوريه. ولكن الوفد ارتكب سلسله من الاخطاء المتتاليه والتي جعلته يفشل في الحلول محل النظام الملكي، وظل الملك اقوى من الوفد. وتلك الاخطاء هي: واحد، قبول سعد زغلول بوقف الثوره مقابل بيان استقلال شكلي لا ينص على خروج الجيش الانجليزي، وكان من الواجب على الوفد عدم الموافقه وعدم الدخول في لعبه سياسيه حزبيه لانه يمثل قضيه قوميه لا يجوز طرحها في الانتخابات. وفي النهايه استلم سعد زغلول تحت رماح الانجليز وبحق الفيتو من قبل الملك فؤاد استلم السلطه. اتنين، ادخال العناصر، دي غلطه الوفد، انه ادخل العناصر الاقطاعيه داخل حزب الوفد، وهي عناصر لا تريد فعليا اخراج الانجليز. الاقطاعيين دول اللي دخلوا حزب الوفد ما كانوش عايزين يخرجوا الانجليز، لا لا لا، كانوا مبسوطين بالانجليز، لان السلطه الانجليزيه رتبت لهم اوضاعا، لانهم استفادوا من الاحتلال الانجليزي، اوضاعا لا يمكنهم المغامره بها. كما ان القوه العسكريه دائما ما تضمن املاك كبار الاغنياء بحكم العلاقات العضويه بينهم، من ناحيه العسكر من ناحيه حاجه العسكر للتمويل وحاجه الاغنياء لحمايه الفقراء. يعني الاغنياء والاقطاعيين خايفين من الشعب برضه، لان الشعب ده عمل ثوره. طب ما هو ممكن الشعب ده يقوم ياخد اراضينا، يقول لك اصلاح زراعي وكده زي اللي عمله عبد الناصر. لا، خلينا مع الانجليز هيضمنوا لنا ايه؟ ان الشعب ما يجورش عليهم. نمره ثلاثة، تحالف بقى، مش بس بقى ان مصطفى النحاس دخل الاقطاعيين في الحزب وخلاهم يسيطروا على الحزب، اللي بدر عاشور وفؤاد سراج الدين وحمد الباسل وكبار الاقطاعيين اللي كان عندهم بال50. يعني البدراوي عاشور كان عنده 50,000 فدان، فؤاد سراج الدين كان عنده 3 4000 فدان، حمد الباسل ده كان عنده مرسى مطروح كلها، حاجه كده يعني. خلاص. ده مصطفى النحاس عمل حاجه كمان اخطر. عمل ايه بقى؟ جه في الحرب العالميه الثانيه تحالف مع الانجليز. طب انت، الانجليز خايفين من الالمان وبيحاربوا الالمان، انت تتحالف مع الانجليز ليه؟ الملك فاروق كان اجدع منه، تحالف مع الالمان. طب انت مش مطلوب منك تتحالف مع الالمان، ماشي، عشان هم نازيين والكلام ده. طب على الاقل اقف على الحياد، اقف على الحياد. لا، تحالف مع الانجليز في الحرب العالميه الثانيه، وفتح لهم البلاد، فتح البلاد للجيوش الحلفاء تعيشوا فيها فسادا. بل وسمح بتجنيد الشباب المصري اللي عمل في معسكرات الانجليز اللي هي القرنص في مدن قناه السويس، مما قتل الحميه الوطنيه. ازاي انت الشباب دول عايزهم يحاربوا الاستعمار وانت سامح لهم يشتغلوا عند جون والعسكري الانجليزي ويشتغلوا عنده صنايعيه وعمال وهو بيديهم بالجزمه؟ ازاي؟ بل سمح بتجنيد الشباب اللي عمل في معسكرات الانجليز اللي هي القرنص في مدن قناه السويس، مما قتل الحميه الوطنيه في نفوس الشباب. اذ كيف يعملون في معسكرات عدوهم الطبيعي وهو الانجليز؟ وقد عبر نجيب محفوظ عن هذا الوضع المزري في روايه زقاق المدق، حيث كانت حميده ترفه عن جنود الاحتلال ليلا، وكان خطيبها عباس الحلو يعمل لدى الاحتلال نهارا. وفي نفس الروايه يلمح محفوظ لظهور الاخوان المسلمين كتيار جديد يتعالى به المجتمع على اخفاق الوفد وفضيحه القرنص. طبعا ما جاش في الفيلم. لو انت قريت زهير البداء كنت هتلاقي ان في شخصيه ما ظهرتش في الفيلم خالص، شخصيه اخوانيه. ده كان في الزقاق، اللي هو ايه، رجل التقوى كده ورجل الرزانه، وكانت الناس بتلجأ له في حل المشاكل. الفيلم ما جابش سيرته خالص.
يلمح محفوظ لظهور الاخوان المسلمين كتيار جديد تعالى به المجتمع على اخفاق الوفد وفضيحه الأورنس، وان كان الفيلم السينمائي قد شطب الشخصيه الاخوانيه من الفيلم، كما فعل ذلك ايضا في فيلم السينما قررت ده في فيلم القاهره 30 اللي هو اسمه اصلا القاهره الجديده. برضو القاهره 30 دول الطلبه، شقه الطلبه كان فيها مين؟ كان فيها واحد شيوعي اللي هو علي طه، وواحد اخواني كان اسمه، هو طبعا الفيلم لغى الشخصيه الاخوانيه، وكان في احمد بدير اللي هو الوفدي اللي هو عبد المنعم ابراهيم، وكان في محبوب عبد الدايم اللي هو ايه العدمي اللي هو الشخص العدمي. فهم اربع شخصيات. الفيلم لغى الشخصيه الاخوانيه خالص، اداك ثلاثه بس، الوفدي والشيوعي والعدمي. طب الاخواني فين؟ شطبوه لان كان الدوله بتحارب الاخوان، وشطبوا الاخواني من فيلم من زقاق المدق، نفس الكلام. خلاص. حيث تم اخفاء شخصيه الطالب الاخواني من شقة الطلبة. هو في واد كده كان بجلابية هو ده الإخواني، بس ما لغوا دوره خالص. هو قال جملة واحدة في الفيلم إن هو بيشتم في صلاة الجمعة، بيقول إن خطبة الجمعة بقت نموذج للتخلف ومش عارف إيه. بس آدي كل الدور. ده دور كبير جدا في الرواية. لما تقرا الرواية هتلاقي هو متقسمة على أربع أرباع. الاخواني ده ليه ربع الدور وليه شخصيه وليه جواز وخطيبته ايه واهله وحكايه وروايه. يعني اما تقرا القاهره الجديده اللي هي القاهره 30 هتلاقي ان شخصيه الاخواني دوت شخصيه كبيره جدا في الفيلم، لا تقل عن علي، احسن من علي طه كمان. خلاص. رابع حاجه بقى بالنسبه للوفد، اخفاق وفشل الوفد افسح المجال لنسق سياسي موازي. فلما الوفد خلاص ما بقاش قادر يصلح عيوب النسق السياسي اللي بتاع الخديوي، ومش قادر يحل محله، الوفد المجتمع ما مسكتش، طلع نسق سياسي تاني اللي هم مين؟ اللي هم الاخوان. والاخوان هو كيان الظل لمؤسسه الازهر، زي ما تكون الازهر جه ينط تاني في الموضوع بس بقى ايه بلفه كده. اللي هم الاخوان، الاخوان هم الازهر بس ايه متنكر، بلابسين بدل. خلاص. يعني حسن البنا تحس ان هو الازهر بس ايه لابس بدله. يعني الازهر رجع تاني يقول السياسه فيها عفن، هناك عفن في النسق السياسي، سواء من حيث الخديوي او الملك فؤاد، وسواء من حيث الايه الوفد. الاثنين مش قادرين يقوموا بدورهم. فالاخوان قالوا لا احنا طرحوا نفسهم والشعب ايه ايدهم. مش الفكره ان الاخوان دول وحشين ولا حلوين، ممكن تكون افكارهم زفت، بس الفكره الشعب ايدهم. يعني الشعب احتاج لحاجه جديده غير الوفد وغير الخديوي اسماعيل والخديوي توفيق والملك فؤاد. خلاص. اخفاق وفشل الوفد افسح المجال لنسق سياسي موازي بديل للوفد هو الاخوان المسلمين. والاخوان هو كيان الظل لمؤسسه الازهر، والذي وبسبب القيود البيروقراطيه والسيطره الامنيه اصبح عاجزا عن ممارسه دوره في القيام بدور النسق الديني. فظهر الاخوان ليملأوا الفراغ الذي تخلى عنه الازهر. يعني الازهر كان محاصر مش قادر يقوم بدوره، فالاخوان قالوا طب خليك انت بقى كده، انت في جوه الازهر، احنا هنقوم بدورك ده بس من بره. فظهر الاخوان ليملأوا الفراغ الذي استخلى عنه الازهر. فالفراغ ممنوع كما نعرف من علم الفيزياء. علم الفيزياء بيقول الفراغ ممنوع، مفيش حاجه اسمها فراغ. يعني انت بتكون كوبايه شاي زي دي، لو انا فضيت الشاي اللي فيها مش هتبقى فاضيه. ما تقولش كوبايه فاضيه، لا هي فيها هواء. مفيش كوبايه فاضيه، كل كوبايه فيها حاجه. خلاص. اي انه لو كان الازهر محافظا على استقلاله لكان حسن البنا هو شيخ الازهر. يعني لو الازهر زي ايام الحمله الفرنسيه كان حسن البنا ده ما ظهرش، وكان ظهر بداله شيخ الازهر اللي موجود، كان قام بنفس دور الازهر. وكان مكتب الارشاد وهيئه كبار العلماء. يعني اذا الاخوان دول ده كيان موازي للازهر، لان الازهر عاجز عن القيام بدوره السياسي. يعني هي الفكره ايه؟ ان الازهر ده بيبقى ليه دور سياسي في حاله فشل النسق السياسي. وده ظهر ايام الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه جت دمرت النسق السياسي والنسق العسكري. الازهر قال لا انا هقوم بدور النسق السياسي والنسق العسكري، ان انا سياسي، انا اللي هادير البلاد يعني شعبيا، وانا اللي هقود المقاومه عسكريا. يبقى هو قام بالدور الوالي العثماني والمليك العسكر المماليك. الازهر قام بالدورين دول، ودي حاجه سمه في المؤسسات الدينيه. طيب في ثوره في مصر بقى ايه اللي حصل؟ الازهر عجز خلاص، تم تكتيفه، ما يقدرش يقوم بالدور ده. الوفد فاسد، الملك فاسد، يبقى ايه؟ المجتمع عايز نسق سياسي نظيف. فايه الازهر؟ تعالى يا ازهر، لا انا متكتف. فظهر حاجه زي الازهر كده تقوم بنفس الدور. حسن البنا اللي هو المرشد اللي هو المفروض شيخ الازهر، مكتب الارشاد اللي هو هيئه كبار العلماء في الازهر. خلاص.
يمكن اعتبار الحكم العسكري لمصر منذ عام 52 هو المعادل الموضوعي للاستعمار الانجليزي طبقا لعلم الاجتماع السياسي، لانه الجيش هو كل اللي حصل استبدال الجيش، بدل ما يبقوا انجليز بقوا مصريين، بس هي نفس الوظيفه، الهيمنه على مصر. يعني عبد الناصر هو عمل ايه؟ هو مشى الجنود الانجليز وحط مكانهم، حتى مجلس قياده الثوره كان هو في سكنات قصر النيل اللي كانت مقر القوات الانجليزيه. تخيل، يعني مجلس قياده الثوره اللي هو بتاع الضباط الاحرار قعد في السكنات الانجليز اللي في قصر النيل، مش مثلا يروح في حاجه وطنيه، لا، مكان الانجليز دي ان هم حاسين ان هم جايين يقولوا الجنود الانجليز بقى يروحوا واحنا هنقوم بنفس الدور بتاعكم. خلاص. يمكن اعتبار الحكم العسكري فزي ما قلت يمكن اعتبار الحكم العسكري لمصر منذ عام 52 هو المعادل الموضوعي للاستعمار الانجليزي طبقا لعلم الاجتماع السياسي، لانه ما دام الجيش يحتكر السلطه ويدير المجتمع وفق رؤيته ومصالحه فهو نوع من الاستعمار اسمه الاستعمار الداخلي. هذا راي علم الاجتماع السياسي مش رايي ولا حيله لنا فيه. وكان من المفترض ان يكون هدف الاخوان هو اقامه النسق السياسي وان ينصبوا انفسهم محافظين عليه كما فعل شيوخ الازهر مع محمد علي. طالما تساءل المؤرخون عن السبب في عدم اختيار شيوخ الازهر للسيد عمر مكرم كحاكم لمصر بعد الثوره على الوالي العثماني خورشيد باشا بدلا من محمد علي، السبب هو انهم يفهمون ان نسق الدين لا يمكن ان يحل يعني ناس كتير قوي، حتى احنا لما كنا بندرس الحمله الفرنسيه يقول لك ان شيوخ الازهر انتخبوا محمد علي حاكم على مصر. طب ليه هم ما اختاروش واحد منهم؟ هو عمر مكرم قال حاجه، قال ان المصريين مش هيقبلوا حاكم مش تركي، مصر مش هيقبلوا. بس انا متهيألي في سبب تاني، وهو ان هو اللي هم اعتقادهم بان الازهر دوره منتهى، المفروض يظهر بقى يسلموا نسق سياسي. لذلك كنت اتمنى من الاخوان في ثوره يناير ما يخشوش الانتخابات، كنت اتمنى كده. يقولوا خلاص احنا عملنا اللي علينا، وقفنا ضد الطغيان مبارك وعملنا ثوره وخلاص شلنا مبارك، تعالى بقى يا شعب هات حكام من عندك سياسيين، احنا بقى خلاص نكتفي بالدعوه الى الله ونكتفي بالايه، بالعمل التنموي والعمل الخيري. كان نفسي يعملوا كده، كانوا جابوا جون، كان فضل الشعب المصري يعني يحطهم فوق راسه طول عمره، ويسيبوا بقى الشعب ينتخب بقى زي ما عايز بقى، ينتخب شيوعيين ينتخب نصريين ينتخب اللي عايز ينتخبه، الشعب يتعلم من تجربته يعني. خلاص. السبب هو انهم يفهمون ان نسق الدين لا يمكن ان يحل محل نسق السياسي. المجتمع المصري يعاني تشوه بنيوي حيث يفتقد نسق سياسي مستقل. ما عندناش نسق سياسي، عندنا نسق عسكري يعني ايه، مستولي على النسق السياسي، حبسه كده في ايده كده. فين النسق السياسي؟ فين الحكم السياسي؟ فين نائب الرئيس؟ طول عمرنا بنقول لمبارك فين نائب الرئيس، صح؟ لحد دلوقتي بيقول فين نائب الرئيس؟ فين نائب الرئيس؟ ما فيش نائب رئيس، ما فيش حتى ولا حتى مجلس وزراء ليه قيمه خالص. ما فيش سياسيين، ما فيش سياسه، ما فيش نسق سياسي، ده نسق عسكري اللي موجود. حتى الرئيس على طول تلاقيه في الكليه الحربيه، في كليه الشرطه على طول. طب فين بقيه الشعب؟ فين الاحزاب في انتخابات؟ فين المشروعات السياسيه اللي بتقدمها الاحزاب؟ هات لي كده مع اي مشروع سياسي الاحزاب بتقدمه، ولا حاجه. يعني كل اللي بيتقدموا يقول لك احنا مشروعنا الدوله، حمايه الدوله، يعني اي كلام، يعني ايه حمايه الدوله يعني؟ طيب، حيث يفتقد نسق سياسي مستقل، والاستعمار الداخلي يحرص دائما على تبديد واجهاض اي سعي لاعاده بناء نظام سياسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.